بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي أخواتي أهالي عماد تعليم، أنا عبد الستار بن محمود عليمي، المترشح رقم 1 لانتخابات المجلس المحلي للدورة الثانية. بداية أود أن أعبر لأهلي بكل مكاتب الاقتراع بعماد تعليم عن جزيل الشكر والتقدير لما أبديتموه من سلوك حضاري متميز ومسؤول خلال الدورة الأولى من الانتخابات. كما لا يفوتني أن أقول لكم إني أفتخر بكم وأعتز بحجم الثقة التي منحتموني إياها، وليس لي ما أقول لكم إلا إني على العهد باق وللوعد حافظ. إخوتي أخواتي أهالي عماد تعليم، سأكون ممثلكم بالمجلس المحلي، حاملا لمشاغلكم ومدافعا عن مطالبكم لتحقيق ما لنا الحق فيه من برامج تنموية ومشاريع اقتصادية في كل المجالات من أجل تنمية شاملة وعادلة. وسأعمل في سبيل ذلك بما لدي من جهد على ما يلي: أولا، في مجال التربية والتعليم، الاهتمام بالمدارس الابتدائية والمعهد لتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح العمل بهذه المؤسسات، وتوفير ما يحتاجه التلاميذ من نقل مدرسي ومطعم وغيرها من الضروريات. ثانيا، في مجال الصحة العمومية، العمل على التسريع في تنفيذ المشاريع المعطلة في هذا المجال وتحسين الخدمات الصحية ومزيد الإحاطة بمرضى الأمراض المزمنة وتوفير ما يحتاجونه بصفة خاصة. ثالثا، في المجال الفلاحي، العمل على حل مشاكل الفلاحين حسب واقع القطاع ومستجداته، والعمل على توفير الظروف والمستلزمات المساعدة على تطوير نشاطات الفلاحين بما يضمن الزيادة في الإنتاج وتحسين الجودة. رابعا، في مجال الخدمات والبنية التحتية، العمل على تفعيل نشاط المكتب البلدي وتطويره بما يوفر للمواطن إمكانية استخراج وثائق الحالة المدنية منه. ضرورة العناية بالفئة المعوزة وتوسيع قائمة المنتفعين بالمنحة الخاصة بهم. العمل على تعبيد المسالك الفلاحية والعناية بالنظافة وحماية المحيط مما يهدده من أسباب التلوث البيئي. خامسا، في مجال الرياضة والثقافة، إحداث نوادي شباب وتهيئة ملاعب رياضية وتوفير الدعم اللازم لإقامة التظاهرات والأنشطة الثقافية. إخوتي أخواتي أهالي عماد تعليم، موعدنا إن شاء الله يوم الأحد 4 فيفري 2024 لاختيار مرشحكم رقم 1 عبد الستار عليمي لأكون ممثلكم بالمجلس المحلي، والله ولي التوفيق إلى ما فيه خير البلاد والعباد. وشكرا.